بعمل خير بيترد لي شر. الرسالة بتاعت النهاردة واحدة بعتالي وبتقولي أنا جارتي عندها فراخ طيور يعني بتربيها وكده وبتاكل أكل البيت. فأنا لما بيفضل عندي مثلا أكل زيادة أو كده فبلم الأكل كله في كيسة أو بلمه في علبة وببعته لها. طبعا بتعرف أنا بواقي عندي أكل إيه، بتعرف مثلا أنا بعمل إيه أكل كده، فبصلي في الأكل فبتقولي أنت بترمي أكل كتير، أنت حرام عليكي، أنت بتهدري الأكل كتير، أنت مش محافظة على بيتك، أنت مش محافظة على مصروف بيتك، أنت بترمي أكل كتير. انا اولا بتقولي انا مش برمي اكل كتير ولا اي حاجه خالص، انا الاكل اللي بديهولها بيبقى بواقي، بتبقى مثلا العيال شويه من ابني ده شويه من ابني ده فبيبقى حاطين عليه طبيخ فمش بينفع اللي هو يقعد فبضطر ان انا ارميه. لو مثلا طماطمايه بايظه خياريه بايظه الحاجات دي كلها بحطها لها كلها في كيسه وبديها لها. انا ببقى عايزه اعمل خير ليها وببقى عايزه اعمل ثواب عشان خاطر الطيور، وفي نفس الوقت بوفر عليها برضو مصروف ان هي تجيب لهم اكل. فانا مش عارفه اعمل ايه، طريقتها مش عاجباني خالص وبتزعلني قوي بكلامها وانا مش عارفه بصراحه اعمل ايه. خايفه ان انا امنع ان انا اودي لها اكل الطيور، انا ما اخدش اجر وما اخدش حسنات عشان انا منعت اكل وانا بيبقى عندي اكل. فانا مش عارفه اعمل ايه، ولما بودي لها الاكل بتتكلم كتير قوي عليا. وكمان انا عندي حماتي ساكنه معايا في نفس البيت، فبخاف الكلام يوصل لحماتي، حماتي تفهم الكلام غلط وان انا فعلا مستهتره ومش بحافظ على فلوس ابنها او كده. فانا بصراحه مش عارفه اعمل ايه. بصي، من رايي بدل ما دام ما انت هي بتتكلم عليكي وهي فاهمه ان الموضوع غلط او انت بتهدري في الاكل او الكلام ده كله، لا ما تودلهاش اكل. انا من رايي ما تودلهاش اكل ما دام ما هي بصالك في اكلك واكل لاولادك ان انت بتهدري. وانا هقول لك تاخدي الاجر ازاي. انت لما تيجي تعملي الكيسه بتاعت الزباله هتعملي نفس الكيسه بتاعت الاكل اللي انت بتوديها للطيور، تمام كده؟ وهتروحي للزباله هتحطي الكيسه بتاعت الاكل دي لوحدها على جنب، على رصيف مثلا او على جنب كده، والكيسه بتاعت الزباله هترميها جوه الجردل او جوه الباسكت بتاع الزباله. الكيسه بقى اللي بتاعت الاكل اللي على جنب دي ان انت حطيتيها، الناس اللي بتيجي تلم مطرح البلاستيك والحاجات دي كلها، وفي ناس كمان بيروحوا ياكلوا بيدوروا في الزباله على اكل طيور هياخدوها. لو ما جوش خدوها في قطط في كلاب بتيجي عند الزباله وتقعد تشمشم وبتاكل الحاجات دي. فانت ممكن تعملي الكيسه دي بس ما تربطوهاش جامد، يا دوبك بس كده ايه اقفليهم على بعض وحطيها على جنب، على اساس لو القطه جت او الكلب جه او حد مثلا جه عايز بيدور على اكل طيور تلفت نظره ديت. فاهماني؟ فانا شايفه كده ما دام ما هي بتتكلم عليكي وبتقلب معاكي عكس الاجر اللي انت عايزه تاخديه، فلا ما تديهاش، وقطمه احسن من نحته، عشان هي ما دام ما فيها طبع الكلام واللك فبلاها احسن. وده من رايي. وطبعا اكتبوا لي رايكم في الكومنتات عشان رايكم يهمني جدا. وما تنسيش يا قمر تحطي لايك عشان يوصلك كل الفيديوهات اللي انا بنزلها وكل المشاكل بحلها ان شاء الله اللي انا بنزلها. وانا في انتظار رسائلكم على الخاص في اي وقت.